السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل بسبوسة الأكياس الجاهزة بطريقة سهلة وبسيطة جدا، والنتيجة اللهم بارك روعة. شايفة ما شاء الله البسبوسة بتشرب الشربات بطريقة سريعة جدا، وده دليل على نجاح البسبوسة. البسبوسة طرية جدا، دايبة مرملة كمان مكرملة. عايزة اقولك طريقة التسوية رهيبة. ان شاء الله هتجربي الطريقة دي وهتعجبك جدا. شايفة ما شاء الله صينية البسبوسة حاجة تفتح النفس، اللهم بارك. طريقتها سهلة جدا، ويلا بينا نشوف عملناها ازاي. هنحتاج لكيس بسبوسة من الأكياس الجاهزة، أي نوع متوفر عندك استخدميه. أنا النهاردة استخدمت النوع ده. هنمشي على نفس المقادير اللي مكتوبة على الكيس، وهنشوف النتيجة في الآخر وهقولك رأيي فيها ايه. هنحتاج لنص كوباية من السمنة، ومكتوب على الكيس نص كوباية من السمنة ما يعادل 100 جرام. كمان هنحتاج لكوباية زبادي. هنحتاج لمعلقة صغيرة مش مليانة قوي من كيك شيف، ونص معلقة فانيليا. بس دي كل المكونات اللي مكتوبة على الكيس وهي اللي هنمشي عليها. اول حاجه كده هنفضي كيس البسبوسه في بوله. طبعا دي البسبوسه الجاهزه كلنا عارفين بيبقى عليه جوز الهند وعليه السكر، مش محتاجين نضيف لا جوز هند عليه ولا سكر. دلوقتي هنضيف نص معلقه فانيليا ومعلقه الا ربع مش مليانه قوي من البيكنج باودر. اتمنى منك لو اول مره بتشوفي قناتي ياريت تشوفي فيديوهاتي وتقيميها، ولو شايفاني بقدم محتوى هادف واستحق اللايك ياريت تعملي لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ما تكتريش قوي في البيكنج باودر عشان ما تقلبش معاكي كيكه. شايفه معلقه الا ربع مش مليانه قوي. وهنقلب كده كويس جدا الاول قبل ما ننزل بالسمنه. دلوقتي هننزل بنص كوبايه من السمنه. السمنه دي حاطه فيها معلقه سمنه بلدي والباقي سمنه كريستال الصفرة، والسمنه بدرجه حراره المطبخ. وهنقلب بحيث نغلف كل حبات سميد البسبوسه بالسمنه. ودي خطوه مهمه جدا، لازم تغلفي كل دي البسبوسه بالسمنه عشان ما تنشفش منك بعد التسويه. دلوقتي هشتغل بايدي، هبسها بايدي عشان اتاكد ان كلها بس اتغلفت بالسمنه. طريقه سهله وبسيطه جدا، عايزه اقولك في 5 دقايق انا واقفه على المطبخ عملتها، ما خدتش مني اي وقت. وخلاص كده بعد ما خلصت البسبوسه بسيتها كويس جدا بالسمنه. هنجيب علبه الزبادي، ومش هننزل بالزبادي كده مره واحده وهي كتله، لا، هتلاقيها كتلت معاكي في البسبوسه. هتجيبي معلقه وتفك بيها كده علبه الزبادي الاول بحيث تحوليها الى خليط سائل. وخلاص كده الزبادي بقى جاهز، هضيفه على البسبوسه. ومش هنعجن بالمعلقه، هنقلب بس بحيث الزبادي يختفي مع دقيق البسبوسه. الخطوه دي خدت مني حوالي دقيقه او نص مش اكتر من كده، وكانت البسبوسه بقت جاهزه معايا. شايفين الطريقه سهله ازاي وبسيطه، ما خدتش مننا وقت. وخلاص كده البسبوسه بقت جاهزه. هجيب عندي صينيه كده مقاس 26، وكانت مناسبه جدا لمقدار الكيس. وده يا بنات اكتر قوام صح للبسبوسه. بشوف ناس كتير جدا خليط البسبوسه بتخليه سائل زي عجينه الكيكه، وده غلط جدا. البسبوسه بعد ما بتستوي بتنشف وما بتشربش الشربات. ده اكتر قوام صح. لازم تفردي البسبوسه كده بايدك او بمعلقه، وبكده ان شاء الله تضمني ان البسبوسه هتطلع معاكي مرمله وهتشرب الشربات وهتبقى جميله جدا. هفردها بايدي وهسويها بالشكل ده. وخلاص كده خلصت البسبوسه بقت جاهزه معايا. هنخبطها بس خبطتين كده على الرخام عشان لو فيها اي فراغات. وعندي بندق، زيني بقى حسب راحتك، انت عايزه تزيني بزبيب، عايزه تزيني بسوداني، لوز، اللي موجود عندك استخدميه. انا كان عندي بندق، هقسمه بالنص بالطريقه دي بيتقسم معاكي بكل سهوله. تقدري تحطيه في كيس تلاجة، ولو انت عايزه مثلا تفرميه براحتك، بس انا كنت حابه شكله يكون بالطريقه دي. هنبدأ نرص البندق بالطريقة دي، ومش هضغط عليه لان البسبوسة اول ما هتدخل الفرن هتعلى بسبب البيكنج باودر اللي فيها، فهتلاقي البندق نزل لوحده. وخلاص كده بعد ما خلصت البندق هسيب الصينية تريح 10 دقايق، مش هدخلها الفرن على طول عشان حبات السميد البسبوسة تتشرب من السمنة والزبادي. وهنرجع نشوفها. خلاص كده بعد مرور 10 دقايق هدخلها الفرن على رف اوسط. خدت معايا حوالي 25 دقيقة ل 30 دقيقة.
وفي الوقت ده هنجهز الشربات بتاعها عبارة عن كوباية سكر وكوباية ونص من المية. بس انا هنا زودت نص كوباية سكر لاني كنت محتاجة كمية شربات، كنت هعمل وصفة تاني فقلت اعمل بالمرة. الطريقة سهلة بسيطة جدا، وان شاء الله اتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. شايفين كده ضفت نص كوباية تاني، هضيف عليهم كوبايتين من المية، مية عادية جدا من الحنفية. الكوباية اللي انا عايرت بيها السكر هي اللي هنعاير بيها المية. وخلاص كده هاخد الحلة دي هرفعها على النار وهسيبها لحد ما تغلي، وبعد كده نشوف هنعمل فيها ايه. خلاص كده بدأت تغلي. دلوقتي هنضيف عصير نص ليمونة، نقطتين بس ما تكتريش. ومن بعد الغليان هنحسب 5 دقايق بالظبط للشربات. شربات البسبوسة يا بنات بيبقى خفيف جدا، عبارة عن مية وسكر، ما تكتريش اكتر من 5 دقايق. وخلاص كده كان عدى 5 دقايق. دلوقتي هننزل بمعلقة سمنة بلدي، وعايزة اقولك هتفرق جدا جدا في طعم البسبوسة والشربات، هتودي البسبوسة في حتة تاني. هنضيف معلقة كده وهسيب السمنة لحد ما تسيح مع الشربات. وفي الاخر هننزل بنص معلقة فانيليا. خلاص كده السمنة بدأت تسيح. دلوقتي هضيف الفانيليا وهسيبها كده تغلي لمدة دقيقة مش اكتر من كده، وبعد كده هنطفي النار عليها. خلاص كده الشربات بقى جاهز معانا، هنسيبه كده يغلي لمدة دقيقة واحدة بس، وبعد كده هنطفي البوتاجاز عليه. خلاص كده الشربات بقى جاهز، والبسبوسة كمان استوت وبقت جميلة جدا. يلا بينا كده نسقيها الشربات. شايفين الجمال والحلاوة؟ اللهم بارك، روعة. طريقة جميلة جدا وناجحة بنسبة 100% ان شاء الله معاكي من اول مرة. هنسقيها الشربات دلوقتي. وشايفة ما شاء الله اللهم بارك الشربات بيختفي في ثانية، وده دليل على نجاح البسبوسة. هنسقيها شربات لحد ما تاخد كفايتها من الشربات، عشان في الاخر ما تتفاجئيش ان في اماكن ما شربتش شربات. هتسقيها لحد ما تكتفي من الشربات، وبعد كده هنغطيها وهنسيبها لتاني يوم. من عوامل نجاح البسبوسه برضو يا بنات، ما تقطعهاش اول يوم وهي سخنه، لازم تسيبي البسبوسه تبات لتاني يوم عشان تبقى متماسكه. وكمان كل ما كانت ساعه كل ما كانت افضل، وطعمها هيبقى احلى بكتير. كنت عاملاها بالليل قبل ما ادخل انام، غطيتها على الرخامه وسبتها لتاني يوم الصبح، وهنرجع نشوفها تاني يوم. وخلاص كده تاني يوم، شايفه ما شاء الله البسبوسه طريه جدا مرمله، عايزه اقولك مش مستحمله ان انا اشيلها من الصينيه. يلا بينا هنبدا نقطعها مع بعض. شايفه ما شاء الله السكينه بتجري فيها جري لانها طريه جدا، عايزه اقولك دايبه دوب. ان شاء الله تجربي الطريقه دي وهتعجبك جدا. اتمنى منك لو الفيديو عجبك لايك كتير للفيديو واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. التسويه بتاعت البسبوسه جميله جدا يا بنات. خلاص كده هنبدا. طلعت قطعه معاكم. طبعا اول قطعه دي عارفينها بتطلع بتكون مش سليمه، فانا شلت اول قطعه ودي تاني قطعه شلتها معاكم. عايزه اقولك مرمله وجميله جدا، مش مستحمله اساسا ان انا اشيلها من الصينيه. شايفه ما شاء الله سمك القطعه كده جميل جدا. اتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، ويا ريت ما تنسيش اللايك وكومنت حلو منك كده شجعنا على الاستمرار. واشوفك في فيديو جديد، ومع السلامه.